تعال اقول لك على 5 خدع هتخلي اللي قدامك يحبك من غير ما يحس. ورقم 5 مهمه جدا لاي حد. في ناس اول ما تشوفها بترتاح لها فورا، وناس تانية مهما حاولت مفيش كيمياء، ولو عملت اللي هقول لك عليه ده هتدعي لي. الخدعه الاولى هي اسم الشخص. عقل الانسان بيحب يسمع اسمه، ولما بتنادي على الشخص باسمه وسط الكلام حتى لو مره او اتنين، ده بيدي احساس لا ارادي بالاهتمام والقرب. يعني جرب تقول عارف يا فلان اللي انت قلته فعلا صح، هتتفاجئ قد ايه العلاقه بينكم بتدفى بسرعه. الخدعه الثانيه محاكاه لغه الجسد او الميرورنج، ودي تعتبر من اقوى الخدع في علم النفس. لو الشخص اللي قدامك قاعد بطريقه معينه قلده بس بدقه خفيفه. يعني لو اتكلم بهدوء هتهدي انت صوتك، لو ضحك ضحكه خفيفه ابتسم، لان العقل البشري عامه بيحب اللي شبهه، وبدون ما هو ياخد باله هيحس انك اقرب ليه. الخدعه الثالثه هي الاهتمام الهادئ. مفيش حد بيحب اللي بيزودها في الاهتمام، لكن في نوع اهتمام بسيط وصامت هيعلم مع اللي قدامك، زي انك تفتكر موقف هو حكاه قبل كده، او تساله ايه اخبار الموضوع اللي انت كنت قلقان منه. والحركه الصغيره دي هتخلي الشخص يحس ان هو مهم، وده اخطر مفتاح للحب. الخدعه الرابعه هي الطاقه الايجابيه. الناس بطبعها بتميل للي يريحها، ولو كل مره بيشوفك فيها بيلاقيك هادي ومبتسم ودمك خفيف، عقله هيبدا يربط وجودك بالراحه، ومع الوقت هيلاقي نفسه بيحب وجودك من غير ما يفكر. الخدعه الخامسه هي الانسحاب اللطيف. خلي بالك الوجود المستمر بيقلل قيمتك. ادي اهتمام وبعدها اختفي شويه، مش تجاهل طبعا، ولكن مساحه للشخص اللي قدامك، لان العقل البشري دايما بيشتاق للحاجه اللي مش موجوده، وده هيخلق جاذبيه مش طبيعيه. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.